الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. أعزائي المشاهدين، يسعد أسرة القناة الثالثة أن تنقل لكم صورة حية من مظاهر الاحتفال بالعيد من خلال ريبورتاج. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. 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 والشكر لله وفيرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العيد ده كلنا مسلمين واخوه بنتجمع على كلمه لا اله الا الله، وربنا يديمها علينا نعمه، ونفضل كلنا نقول لا اله الا الله بدون ارهاب، بدون اي تطرف، بدون اي حاجه. نقول يا رب وربنا قادر ينجينا من اي شر ومن اي سوء ان شاء الله. كل طيب. وانت طيب. في صلاة العيد دايما بتبقى اللمة والفرحة، وان شاء الله بعد العيد امنيتك بقى ناوية تعملي ايه بعد العيد ان شاء الله؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة بنروح نزور الأهل والأصدقاء، وبنروح للأهل كلهم، نتجمع كلنا زي العادات بتاعتنا بتاعت زمان. أول واحدة تقولي له كل سنة وانت طيب بعد الصلاة هيكون مين إن شاء الله؟ ماما وبابا وأولادي، وبعدين بالتليفون للعيلة كلهم بقى كل سنة وانت طيب، الأمة الإسلامية كلها بخير. أمنيتك في العيد إيه بقى؟ أمنيتي إن شاء الله البلاد الإسلامية كلها تبقى بخير وسعادة وبمناسبة العيد إن شاء الله، وكلنا نبقى في محبة وبمناسبة العيد، وربنا يسهل ويصح حضرتك خير. العيد فرحة ولمة، وبعد صلاة العيد مين أول واحدة تقول له كل سنة وانت طيب؟ ولادي وامي. أمنيتك في العيد إيه؟ ان يسود السلام العالم كله ان شاء الله، وان احنا نشوف مصر في احسن حال بامر الله يعني الايام كلها تبقى سعيده ومبسوطين. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. حضرتك طبعا مصطحب الاسره لصلاه العيد. ايوه ان شاء الله. يا ترى ان شاء الله بعد صلاه العيد ايه اول حاجه هتعملوها؟ اول حاجه نروح المقابر، يعني دي يعني عاده يعني بالنسبه لنا، وبعد كده ناخد الاولاد يعني نفسحهم كده. امنيه تتمناها في العيد؟ ان الخير يعم على المسلمين جميعا وعلى الامه الاسلاميه جميعا، ويوفقنا جميعا للخير. بعد الصلاة بنروح البيت وبنبدأ نستقبل قرايبنا أو بنروح نزور حد، بنعيد على بعض عادي يعني. امنيتك في العيد ايه؟ أنا بتمنى السعادة والصحة للأمة الإسلامية كلها وتكون بخير بإذن الله. مين أول واحدة تقولي له كل سنة وانت طيب بعد الصلاة؟ أمي. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. 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 والشكر لله وفيرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العيد فرصة للترابط الأسري وصلة الرحم. إن شاء الله مين أول واحد هتزوره من قرايبك بقى في العيد؟ إن شاء الله أول واحدة أزوره تكون والدتي إن شاء الله، لأن هي طبعا ليها الفضل الكبير علينا كلنا يعني. إن شاء الله أكون أول واحدة، وبعد كده حماتي وحمايا إن شاء الله. في حد كنت مخاصمه وناوي تصالحه في العيد؟ لا الحمد لله رب العالمين، يعني إحنا ما بنحبش إن إحنا نخاصم حد يعني، ولو كان في حد طبعا إن شاء الله هيبقى أول ناس نروح نزورهم. طبعا فرصة العيد وتصالحه إن شاء الله بإذن الله. أمنيتك في العيد يا حاج إن شاء الله إيه؟
النصر للعرب وللمسلمين، وان ربنا يوحد كلمة المسلمين والعرب وينصر مصر ويرفع رايتها عالية خفاقة ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. اول مره يجي يصلي معاك صلاه العيد؟ والله كنا مبسوطين جدا والحمد لله ربنا وفقنا النهارده صلاة العيد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه. ديننا الاسلامي بيحثنا على التسامح وعلى الترابط الاسري وعلى صله الرحم، والعيد طبعا فرصه لان اي حد بعيد عننا نتصل بيه ونعيد عليه ونقول له كل سنه وانت طيب. يا ترى مين اول واحد هتقولي له كل سنه وانت طيب؟ الحاجة نينا الحمد لله نقول لها كل سنة وهي طيبة، وربنا ان شاء الله يطمنا عليها وعلى أمة المسلمين بخير الحمد لله. يا ترى مين اول واحد هتقولي له كل سنه وانت طيب؟ حماتي. حماتك طيبة ايوه، لان انا قاعدة في بيت الأسرة وبيت العيلة، وهي أول واحدة بقول لها كل سنة وانت طيبة. امنيتك في العيد؟ ان ينجح كل أولاد المسلمين أجمعين، كل الأولاد والبنات وكل أولاد المسلمين ينجحوا، وكل واحد يتمنى ينول اللي بيتمناه. اول واحد اقول له كل سنه طيب الرئيس، وبعدين بابا وماما، وبعدين جميع الاهل وكل مصر. برضو الرئيس وماما وبابا. الرئيس والسيد سلطان مبارك، وبعدين لماما والعنهم كلهم ان شاء الله. في حد كنت مخصماه في العيد قبل العيد وهتنتهزي فرصه العيد علشان تقولي له كل سنه وانت طيب وتاخدي انت المبادره وتعيدي عليه؟ والله انا مش مخاصمه حد، لان طبعا لا يعني لا يصح المسلم ان يخاصم اخاه فوق السلاسل، انما انا لو في حد زعلان مني هروح ازوره طبعا واقول له كل سنه وهو طيب. بعد الصلاه واحنا في العيد ناويين تعملوا ايه اول يوم ان شاء الله؟ ان شاء الله بنعيد طبعا على الاهل والاقارب والجيران، وبيبقى ان شاء الله عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين. لو قلت لك امنيتك في العيد تقول لي ايه؟ نيتي ان الناس كلها تبقى سعيده ويعم علينا الخير والبركه. ان شاء الله هنروح على البيت وبعدين ناخد بعضنا ونروح نزور الحاجة والحاجة ونقعد مع اخواتنا واهلنا وقرايبنا. طبعا العيد فرصة الواحد يشوف اهله واحبابه، لان ديننا الاسلامي بيحثنا على صلة الرحم والترابط الاسري. طبعا. ان شاء الله في العيد امنيتك تكون ايه؟ ان شاء الله نتمنى للمسلمين كلهم كل حب وكل ود، وربنا يعيد الايام بخير عليهم ويرفع امة الاسلام اكتر واكتر. اول حاجه طبعا المعايده على الوالد والوالده والاقارب وصله الرحم طبعا، وهي العيد طبعا هي زيارات للاهل والحبايب، وكل سنه وانت طيب. الواحد بينتهز فرصة العيد انه يعيد على اهله وعلى احبابه وعلى اصحابه، ويمكن بيفتكر ناس بقاله مدة ما شافهمش يتصل بيهم ويقول لهم كل سنة وانتم طيبين. يا ترى اول واحد هتقول له كل سنة وانت طيب هيكون مين؟ طبعا والدتي واخواتي وجيراني واهلي كلهم يعني. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد بإذن الله. احنا بنقول ان العيد لمة وفرحة، وفي العيد بتحلى الرحلات. انت رايح تعيد بقى اول يوم العيد فين؟ في القناطر ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. العيد ليك فيه امنية، يا ترى ايه هي امنيتك في العيد؟ السعاده طبعا الامه الاسلاميه كلها. يا ترى فاكرة اول عيدية خدتيها كانت امتى وكام؟ كنت فاكراها باريزا مستهيألي. والله. السنة دي كام؟ حاجه ربع جنيه. لا السنه دي حاجه كبيره كده، حوالي 15-20 كده. بنقول ان الشباب فرح ومرح وانطلاق، رحلة هنا ورحلة هناك،
وفي العيد بتحلى اللمة مع الأصحاب. كل سنة وانتم طيبين. يا ترى أول يوم العيد رايحة فين بقى؟ راح القناطر. ناوية تعملي إيه في القناطر إن شاء الله؟ نلعب ونتفسح طبعا. بتلعبي العيدية؟ طبعا. خدتي عيدية السنة دي ولا لسه؟ لا خدت. بنقول لك كل سنة وانت طيبة في العيد. حضرتك طيب. يا ترى أمنيتك إيه في العيد؟ اني بقيت سعيد. ربنا يوفقني في الثانوية العامة إن شاء الله. الآخر يعني إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله عيد سعيد بإذن الله. يا ترى كده وانتوا شلة أصحاب رايحين تقضوا أول يوم العيد فين؟ القناطر إن شاء الله. كله في القناطر؟ كل سنة وانتم طيبين. أمنيتك في العيد إيه؟ يعني هتفسح عادي زي بقية الناس. لا أمنيتك تتفسحي؟ لا هتفسح عادي. يا ترى العيدية عملت بيها إيه؟ ما خدتهاش لسه. لسه أمال بتفسحي إزاي؟ لا ما هو معانا المصروف بتاع الشهر. أول واحد قلت له كل سنة وانت طيب كان مين؟ أصحابي. أعزائي المشاهدين، لفينا مع بعض وتعرفنا على مظاهر استقبال أول أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين، ومقعدنا معاكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد وريبورتاج. جينا وفاكر حينا خلينا كل بيتنا جديد.